الرسالة دي أجمل رسالة إنسانية جات لي، أجمل رسالة إنسانية جات لي فعلا على مدى إيه، أنا بقالي معاكم 5 سنين أو أكتر، فهقراها لكم. بس يعني امسكوا نفسكم من البكاء أو من الانفعال الشديد مع هذا الرجل اللي طلب إن ما نقولش اسمه. الرسالة دي بعديها هيبقى فيه تعليق خفيف جدا جدا مرعب، تعليق مرعب. صاحب الرسالة بيقول: بمناسبة جبر الخواطر حابب احكي لحضرتك موقف، بس يا ريت ما تقولش اسمي. ما قلناش. اما اتجوزت الدكاترة قالوا لي ان هو مش هيخلف، صعب يكون اب. وفي يوم وانا راجع البيت قبل رمضان حد اداني شنطة رمضان، كنت فعلا محتاجها، وكانت ظروفي المادية مش قد كده وقتها، يعني الشنطة كان هتنفعه جدا. ولما وصلت عند البيت لقيت حد جاري بيقول لي في واحد ظروفه وحشة واحنا بنحاول نجمع اي حاجة ليه، وطبعا ما كانش معايا اي فلوس وقتها، وما كنتش املك غير الشنطة رمضان دي اللي خدها من واحد. انا هديها للراجل وربنا قادر يرزقني بشنطة تانية، هو قال لنفسه كده، من اي حد. وبالفعل اديتها للراجل اللي محتاجها، وفضل يدعي لي ان ربنا يجبر خاطري ويفرحني ويكرمني بالذرية الصالحة. بعد مرور فترة زوجتي تعبت، رحت اكشف عليها، لقيت الدكتور بيقول لي المدام حامل. ما كنتش مصدق نفسي من الفرحة، وان ربنا عوضني وفرح قلبي. حد قال لي اكيد انت جبرت خاطر حد، وعشان كده ربنا جبر خاطرك. وقتها افتكرت الموقف ده، وربنا رد لي الجميل بتاع الشنطة. يعني رسالة فعلا مرعبة. جبر الخاطر ده انا اتكلمت عليه انه انقذ حياتي انا من 10 سنين او من 15 سنة، وحكيت القصة دي في كل حتة بروحها عشان اقول للناس جبر خاطر بيعمل ايه. كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام وكان اجازة، 8 الصبح التليفون ضرب، كان ارضي حتى مش موبايل. لقيت جاري بيقول لي انا حماتي 92 سنة دخلت عندك في العناية المركزة في القصر العيني. بصوا الكلمة بقى اللي قالها: جبر خاطر بعدي عليها. انا عارف انها ميؤوس منها وسنها كبير، لكن جبر خاطر بعدي عليها. يبقى انت شفتها. قلت له حاضر، وقفلت السكة ونمت. يوم اجازة وصحيت نسيت لابس تي شيرت او بنطلون جينز ونازل اشتري حاجات. وانا راجع، انا ساكن في الشيخ زايد، وكنت بشتري حاجات من وسط البلد. وانا في ميدان لبنان افتكرت الكلمة، افتكرتها كويس جدا: جبر خاطر يا دكتور حسام بعدي عليها. رحت مرجع من ميدان لبنان الى القصر العيني، وما مشيتش المحور، ما دخلش المحور. انا داخل اشوف ست 92 سنة جات لي ازمة قلبية، خدت الدواء بعدها بدقيقة كأن شيئا لم يكن. اهم حاجة في الازمات القلبية سرعة العلاج. عشان كده انا بتوسل الى كل واحد، لو لقيت عربية اسعاف وسع لها الدقيقة. والله الدقيقة بتفرق. انا داخل القسم لقيت صدري وجعني وجات لي ازمة قلبية، اتعمل لي قسطرة بعدها ب10 دقايق، كان في جلطة اتفكت وعديت. مع اني رايح اجبر خاطر واحدة 92 سنة، ربنا جبر خاطري.